صناعة أسلحة نارية تورط 10 أشخاص بتازا. تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم الجمعة من توقيف 10 أشخاص 3 منهم ذو سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في إعداد وصناعة أسلحة نارية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن جندت لتنفيذ هذه العملية المنجزة بعدة مناطق الأمنية الجبلية بضواحي مدينة تازا 153 موظفا للشرطة، من بينهم عمداء وضباط للشرطة القضائية وعناصر للتدخل ومشرفون على الكلاب مدربة للشرطة. كما تم تسخير 34 مركبة للشرطة للقيام بعمليات التدخل. وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز 10 بندقيات نارية و3 ماسورات و137 خرطوشة من الذخيرة الحية و10 خرطوشات فارغة، علاوة على مجموعة من المعدات والمواد التي تدخل في تركيب وصناعة البنادق. وأشار المصدر نفسه إلى أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية يشتبه في إعدادهم وتركيبهم لبنادق نارية بطرق غير مشروعة وترويجها للأشخاص من بينهم مروجون للمخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات والارتباطات المحتملة لأشخاص الموقوفين بالشبكات الإجرامية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذه القضية. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.